يا جماعة لو قلت لكم إن في 5 عطور ممكن تخلي الست تبان ملكة في وسط أي مكان، تحبوا تعرفوهم؟ وصدقوني العطور دي أنا ما شفتهاش في أي قائمة تانية خالص. النهاردة هشارك معاكم قائمتي الشخصية المفضلة لأفضل 5 عطور نسائية من وجهة نظر الرجالة، ودي عطور فعلا تستحق تكون في أي كولكشن. وخليك معايا للآخر عشان عندي 3 عطور مفاجأة في مرتبة الشرف ولا يمكن تجاهلها إطلاقا. في المرتبة الخامسة عندي ليكو عطر Love Don't Be Shy من دار كيليان، والعطر ده من توقيع سيسيل بيكر. رقم 5، عطر جميل جدا، هو مزيج من زهرة البرتقال الفانيليا مع الكراميل. عطر سويت، عطر حلو ورومانسي جدا، بيخليكي تباني بريئة وجذابة جدا في نفس الوقت، حاجة قمة الروعة فعلا. في المركز الرابع عندي ليكم عطرين انا معرفتش اختار ما بينهم صراحة، يعني اشم ده بقول ايه ده احلى، واشم التاني لا بقول ده احلى، فمش عارف اختار ما بين العطرين دول ودول. من دار بارفامز دي مالي، ديلينا وديلينا اكسكلوسيف. وهرش والعطرين دول طبعا من توقيع العطار الفنان كوانتوم بيش، العطار الفرنسي، وفي رأيي من أحلى وأجمد العطور النسائية اللي نزلت الفترة الأخيرة، وده من وجهة نظر الرجالة، لأن المدام بتاعتي العطر ده هي بتحبه جدا، بس مع ذلك مش في التوب فايف بتاعها. مش عارف، انا مش فاهم الكلام ده ازاي. دالينا الكلاسيك عطر وردي فاكهي فيه الليتشي، وهو عطر منعش وجميل جدا. والنسخة الاكسكلوسيف ده بقى فيه بعد تاني شوية اعمق، وفيه العنبر والفانيليا، عطر حاجة روعة. يعني العطر ده من وجهة نظر الرجالة يعني 1,000,000% لازم يبقى في أي كولكشن لأي واحدة ست. فالعطور دي عطور أنثوية جدا ومناسبة للسهرات، ودول من أكتر العطور النسائية اللي فعلا سايبين بصمة قوية جدا. فعطر كيليان مرتبة الخامسة، وعطر دالينا ودالينا اكسكلوسيف هنحطهم في المرتبة الرابعة، عشان أنا لسه مش عارف أحدد أنهي واحد فيهم اللي بحبه أكتر. دول بقى عطور فرنسية. دلوقتي هنروح على سويسرا، هنروح دار نيش سويسرية، دار تاور، والعطار أندي تاور، والعطر ده اسمه روز دي قندهار أو زهرة قندهار. عطر زهرة قندهار، عطر زهرة قندهار من توقيع أندي تاور. دي طبعا دار نيش، وكل المكونات اللي بيستخدموها بيعملوها ان هاوس، وده خليط الورد الافغاني والمشمش والبهارات، وده عطر وردي دافي ورومانسي، وبيبان مختلف جدا، مش شبه اي حاجة في السوق خالص، وده لازم يبقى من ضمن كولكشن اي واحدة ست في رأيي الشخصي، من أجمد العطور الوردية في العالم. العطر اللي في المركز الثاني هو عطر ايريس باليدا من دار جرلين، والعطر ده من توقيع تيري فاسر. وعطر ايريس باليدا طبعا ايريس يعني زهرة السوسن، فتركيزه على زهرة السوسن مع حمضيات وخشب. طبعا انا من كبار عاشقي نوتة زهرة السوسن.
عطر ناعم ورائي جدا، وبيجسد الرقي الكلاسيكي للست الهادية والأنيقة. وقبل ما نتكلم في العطر في المرتبة الأولى، حبيت بس أقول لكم على شوية عطور يعني استحالة إن احنا نتجاهلها. هي عطور في مرتبة الشرف. وأول عطر عندي ليكم هو ألفز من دار لوي فيتون. وده عطر فعلا يونيسكس، ولكن في رأيي هو مائل للأنوثة. عطر جميل جدا. عطر لوي فيتون ألز في مرتبة الشرف هو عطر فاكهي زهري بالخوخ والكشمش والزنجبيل والقرفة. عطر جميل جدا، عطر منعش ومناسب للنهار والخروجات اليومية والرحلات. عطر يعني قمة الفخامة. والعطر رقم 2 اللي عندي في مرتبة الشرف هو عطر حديث في الكولكشن بتاع زوجتي. والعطر ده من دار كريستيان لوبيتون، اسمه لامبغي فتيش من توقيع كريستوف رينو. والعطر ده فعلا الإزازة بتاعته شكلها غريب، عاملة زي الخنجر، بس مع ذلك هو عطر فعلا جميل جدا. عطر عنبري. فاستحالة أي حد يعمل لستة توب 5 أفضل 5 عطور أو أفضل 10 عطور وما يبقاش فيها عطر عنبري، لازم. فأرش العطر ده. أمبريف تيش. عطر اللامبغي فتيش من أحلى افتتاحيات عطر شفتها بصراحة أو شميتها في حياتي. عطر جميل جدا. طبعا هو عطر عنبري جلدي مع البخور والفانيليا، حاجة قمة الروعة، يعني فخامة ولا أحلى ولا أروع. أنا ما شميتش حاجة زي دي قبل كده في حياتي. وده عطر مناسب للأجواء الليلية والمناسبات. انا ما بقولش اشتري العطور دي شراء عمياني، انا بقول انزل المول وروح شم العطور دي بنفسك. عطور فعلا يعني ذوقي الشخصي يعني، وانا حاسس ان العطور دي من وجهة نظر الرجالة بنشمها وبتبقى حاجة يعني عالمية بصراحة. عطر جميل جدا. واخر عطر في مرتبة الشرف اللي هو ما ينفعش يبقى فيه كولكشن عطور وما يبقاش فيه عطور ايطالية. يعني دول عطور فرنسية، ده عطر سويسري، ده عطر فرنسي، ده فرنسي وده كمان فرنسي، فلازم يبقى فيه عطر ايطالي. والعطر اللي في مرتبة الشرف، وبصراحة أنا كنت محتار أختار أنهي لأن في عطور كتير جدا، عشان أنا بس حبيت أعمل لستة صغيرة فاخترت ده. بس بصراحة أنا بحب العطور التانية كمان يعني، فبس قلت أختار العطر ده عشان شميته قريب. والعطر ده اسمه ال انيفرسير من دار زيرجوف الإيطالية. العطر ده من توقيع كريس موريس. ال انيفرسير. والعطر ده شرقي زهري غني بالفانيليا والياسمين مع الباتشولي. عطر قمة الروعة. عطر الانيفرسير من دار زيرجوف مرتبة الشرف. وعطر الانيفرسير هو عطر احتفالي، يعني عطر مناسبات جميلة، عطر لواحدة ست واثقة من نفسها، عطر قمة الأناقة، عطر جميل جدا من أفضل العطور الإيطالية. فعلا عطر فيه فن وهندسة. العطر ده من توقيع طبعا كريس موريس. وقبل ما أدخل بقى في أحلى عطر نسائي في رأيي الشخصي واحلى عطر نسائي من وجهة نظر رجالة في 2025، حبيت اعمل ملخص. فرقم 5 عندي عطر دون بي شاي من دار كيليان. رقم 4 عطر الدالينا والدالينا اكسكلوسيف من دار بارفامز دي مالي. رقم 3 عطر روز دي قندهار من دار تاور السويسرية. رقم 2 عطر ايريس باليدا من دار جيرلان الفرنسية. والآن حان موعد الكشف عن الستار وأحلى عطر نسائي
في عام 2025. طبعا العطر مش من إنتاج 2025، بس هو في رأيي من أحلى العطور النسائية على مر التاريخ. عطر مودرن، عطر حديث، بيجمع بين الطابع الشرقي مع الحداثة في نفس الوقت، وعطر جميل جدا، يعني عطر قوي جدا كمان. والعطر المفضل رقم واحد من وجهة نظر الرجالة هو عطر جايدنس من دار أمواج العمانية، وهو أيضا من توقيع العطار الفرنسي كونتون بيش. العطر ده 3 رشات، يعني في نسخة اكستراي كمان. انا صراحة جبت سامبل للمدام نسخة الاكستراي، والنسخة الاوريجينال عجبتني اكتر، عشان كده ما اشتريناش الاكستراي. والعطر ده 3 رشات، وكان في المخدة لحد تاني يوم الصبح كنت بشمه على المخدة. فعطر قوي جدا، عطر باودري، حاجة جميلة جدا، عمرك ما شميت زيها. وعشان بس اقول لكم ان دي الباتش، نسخة العطر ده الاي باتش، مكتوب تحتيها هي رقم البضاعة الاي باتش ميد ان عمان. لان اسمع ان في بعض العطور بيتعمل لها اعادة صياغة، فانا مش عايز اخدعكم، فحبيت اقول لكم ان ده هو النسخة اللي عندي فعلا، نسخة نووية عطر، يعني البرفورمانس، اللونجيفيتي، الاداء، السياج، يعني العطر انتشاره، يعني حاجة ولا احلى ولا اروع. يعني العطر ده مستحيل، يعني الا بقى لو لو انت مش بتحب العطور التقيلة اللي بتقعد فترة طويلة، لو انت عايز حاجة خفيفة، يعني هو عطر مش لضعاف القلب. يا سلام، العطر ده تحفة شرقية زهرية، فيها الكمثرى، اللوز، الياسمين والبخور. عطر أنثوي غامض، وده بيجمع بين الفخامة العربية مع الحداثة في نفس الوقت. وبالنسبة لي العطر ده هو رقم واحد بلا منازع. ودي كانت قائمتي لأفضل 5 عطور نسائية، وضفت لكم كمان عطور honorable mentions أو العطور اللي هي في مرتبة الشرف. ودي فعلا عطور أنا ما شفتهاش في أي قائمة. أنا شفت قوائم كتيرة جدا، العطور دي انا ما شفتش اغلبها في اي قائمة. وقولوا لي تحت في التعليقات ايه هو افضل عطر نسائي بالنسبة لكم، ولو حابين اعمل فيديوهات التوب 10 والتوب 5 ليست اكتبوا لي رايكم في التعليقات. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكمش كل ما هو جديد في عالم العطور النيش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.